قال: مثلي ومثلكم أي أيها الناس كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، ما يريد أن تقع هذه الفراشات في النار. وأنا آخذ بحجزكم عن النار صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. قال: الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، يعني من الوسط، ممسكهم ويجذبهم عليه الصلاة والسلام عن أن يقعوا في النار وأنتم تفلتون من يدي. انظر الآن إلى المثل، انظر إلى المثل حتى تلحظ ملحظا عجيبا مستفاد من هذا المثل. الآن الجنادب التي هي الحشرات الطائرة الصغيرة، لما ترى النور النار يعجبها ماذا؟ ظاهر الضياء، الضياء الظاهر هذا يعجبها، فتأتي مسافة بعيدة تقصده، لأنه يعجب هذا النور، بدل أن تبقى في الظلام تأتي إلى هذا النور الذي أعجبها، فتقصده مسافة بعيدة حتى تقع فيه، فإذا وقعت فيه ماذا حصل لها؟ هلكت. مثلها تماما يشبه الفراشة تماما العاصي يشبه الفراشة في توجهها لماذا؟ للنار، لأن العاصي يرى هكذا ظاهر الشهوة التي انجذب لها قلبه، يرى ظاهرها ماذا؟ شيئا جميلا بهيجا ممتعا، يرى ذلك. الشهوة لها ظاهر ولها باطن، يرى هذا الظاهر فينجذب إليها وينغمس فيها، فإذا انجذب إليها وانغمس فيها هلك هلاك الفراشة وأوقع نفسه في الهلاك، ولا ينقذه من هذا الهلاك إلا أن يرجع بنفسه ويزمها بزمام ماذا؟ الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا بقي في هلكته إلى أن يلقى الله وهو على هذه الهلكة.